الصرع يصاحب المريض في كل أشهر السنة من دون استثناء، حتى في شهر رمضان المبارك. ولشهر رمضان طقوس وعادات كما هو للصرع طقوس والتزامات، لذلك على الإنسان التوفيق بين الاثنين حتى ينعم بالراحة والاستمتاع بالصيام من دون إثارة النوبات الصرعية المتكررة. فماذا عن مريض الصرع في رمضان؟ لا مانع أن يصوم المريض ما لم تحدث له نوبات صرعية أو مضاعفات، إذ أنها تتفاوت جرعات أدوية الصرع من مريض إلى آخر. فبالنسبة لمن يأخذ جرعة واحدة في اليوم فلا مانع أن يصوم بتناول جرعة العلاج مرة واحدة بعد وجبة الإفطار. وإذا كانت حالته تحتاج إلى أن يتناول العلاج مرتين في اليوم فإنه على المريض تناول الجرعة الأولى بعد وجبة الإفطار والجرعة الثانية بعد وجبة السحور. أما إذا كانت حالة المريض تستدعي 3 جرعات في اليوم فعليه أن يستشير الطبيب إذا استطاع تقسيم العلاج على فترتين متساويتين ما بين الفطور والسحور، وإذا كانت هنالك صعوبة فعليه أن يفطر.